السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض العيش الفينو. بما إننا دخلنا المدارس فده أساسي لازم عندنا كل يوم، وبصراحة سعره بقى غالي جدًا مقارنة بحجمه كمان، فالأحسن إنِك تعمليه في البيت. مكوناته سهلة وبسيطة جدًا، اقتصادي جدًا وغير مكلف، بدون بيض وبدون زبدة وبدون لبن، بشوية مَيّة ودقيق حقيقي هتعملي كمية كبيرة طبعًا وبسعر لا يقارن ببرّه. خطوات سهلة وبسيطة هتطلّعه معاكِ هش وقطني وأحلى كمان من اللي بتشتريه. يالّا بينا نشوف الخطوات والطريقة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك. يالّا بينا نسمّي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا كوباية من المَيّة الدافية، طبعًا الجو ما عادش حَر زي الأول فأنا دفّيت المَيّة، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة ممسوحة، ومعلقتين كبار من السكر. هاقلّب المكونات دي في الأول مع بعض لحد ما السكر والخميرة يدوبوا مع بعض كويس جدًا. بعد كده هازوّد عليهم كوباية من الدقيق، وطبعًا الكوباية دي من المقدار اللي إحنا هنعمل بيه العيش. وهاقلّب الخليط ده كويس جدًا مع بعض زي ما أنتم شايفين معايا كده، لحد ما يبقى معاه بالقوام اللي أنتم شايفينه ده، وده هيكون محسّن خبز طبيعي بيفرق جدًا في هشاشة العيش معانا. وقلّبته لحد ما وصلت للقوام اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده هاغطّيه واسيبه على جنب لمدة 10 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل، وكمان الخطوة دي هتفرق جدًا في إنِّك تعرفي إن الخميرة هتكون شغّالة معاكِ والّا لأ. وهنا بعد مرور حوالي 10 دقايق شايفين خليط قوامه بقى عامل إزاي، هتلاقي قوامه تضاعف وكمان في فقاقيع كده من الهوا على السطح. هنا كده اتأكدت إن الخميرة بتاعتي نشطة، وكمان المحسن الطبيعي بتاعي بقى جاهز على طول الاستخدام. بعد كده هابدأ أضيف بقية الإضافات. أول حاجة معايا معلقة صغيرة من الخل، الخل بيفرق جدًا في هشاشة المخبوزات معانا، ما بيخلّيهاش تفرول أو تبرول منِّك، وكمان بيفرق جدًا في لونها من جوّه بيخلّيها أبيض أكتر. بعد كده معايا ربع كوباية من الزيت، هابدأ أضيف بس نُصّها دلوقتي، وهاخلّي حوالي كده معلقتين كبار للآخر هاقول لِك هنعمل بيهم إيه. بعد كده هاقلّب المكونات دي كلّها كويس جدًا مع بعض. وبعد كده هابدأ أضيف المواد الجافة وهي عبارة عن بقية كمية الدقيق. أنا هنا مستخدمة نُص كيلو من الدقيق، خدت منه كوباية يبقى باقي 3 كوبايات من الدقيق، لأن مقدار النُص كيلو عبارة عن 4 أكواب، عليهم نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح. هاقلب المكونات الجافة الأول مع بعض، بعد كده هابدأ أنزل بيها على الخليط. في الأول هابدأ أقلب بالمعلقة لحد ما يختلطوا مع بعض، بعد كده هانضف المعلقة وهابدأ أعجن بإيدي. ومعايا جنبي كوباية من المَيّة الدافية، هابدأ أزوّدها بالتدريج لحد ما العجينة تتلم معايا. وطبعًا لازم نبدأ نزوّدها بالتدريج لإن كل نوع دقيق بيختلف من نوع للتاني من حيث امتصاصه للسوائل. هنا العجينة كانت اتلمت معايا زي ما أنتم شايفين كده، خدت معايا حوالي نُص كوباية من المَيّة الدافية، طبعًا ممكن عندكم تزيد أو تقل على حسب نوع الدقيق اللي أنتم مستخدمينه. اعجني بقى في العجينة مش أقل من 7، 8 دقايق على قد ما تقدري، كل ما تعجني أكتر كل ما عرقها ينشط وكل ما تاخدي نتيجة أحسن. باقول لِك على خطوة بسيطة تريّحِك شوية من مجهود العجن، إنِّك تسيبي العجينة كل شوية دقيقتين 3 تريّح وترجعي تعجني فيها. الخطوة دي بتخلّي العرق ينشط بسرعة وما تخلّيش ياخد منِّك مجهود كتير في العجن. آخر خطوة بقى معانا المعلقتين الكبار من الزيت اللي كنا سايبينهم للآخر، هابدأ أحطهم آخر خطوة معايا زي ما أنتم شايفين كده. الخطوة دي بتفرق جدًا في قوام ونعومة العجينة في الآخر، فأنا باحب أضيفهم معايا في الآخر، لكن ده طبعًا خطوة اختياري، إن ممكن تضيفي كمية الزيت كلها في الأول وما تعمليش الخطوة دي. كده ابدئي ادمجي الزيت كويس جدًا مع العجينة. أول ما يبدأ الزيت يندمج مع العجينة هتلاقي العجينة فكّت منِّك في الأول، لكن كمّلي عجن وهترجع تلم معاكِ تاني. عايزة أقول لِك كمان إن ممكن تستغني عن الربع كوباية زيت بمعلقة كبيرة من الزبدة، وكمان الزبدة بتدّيكِ نتيجة أحسن، بس أنا حبيت أعمله معاكم بالزيت، أنا عملته معاكم قبل كده بالزبدة. اعجني بقى لحد ما توصلي قوام عجينة طرية بتلزق بسيط زي ما أنتم شايفين كده، عجينة ناعمة طرية فيها تلزيقة بسيطة. بعد كده هابدأ أدهن الطبق كويس جدًا بالزيت، وأبدأ أدهن كمان وش العجينة بالزيت. بعد كده هاغطّي العجينة واسيبها لحد ما تخمر. أنا مش هاخمّرها تخمير كامل، أنا بس سِبتها حوالي 25 دقيقة وكانت بالشكل اللي أنتم شايفينه معايا ده. هتعرفي إزاي إن العجينة بتاعتِك ناجحة لمّا تلاقيها بعد كده بتمُط معاكِ وما بتتقطعش زي ما أنتِ شايفة معايا كده، معناه إن العجينة اتعجنت كويس وإن كمان هتاخدي منها نتيجة حلوة. بعد كده هابدأ أفرّغ الهوا كويس جدًا منها وأعملها على شكل رول. بعد كده هابدأ أقطّعه لقطع متساوية زي ما أنتم شايفين معايا كده. قطّعي حسب حجم الرغيف اللي أنتِ عاوزاه، يعني أنا هنا كان بالميزان حوالي 60 جرام، أو ممكن كمان بالنظر تعمليها ما فيش أي مشكلة. بعد كده هاخد كل قطعة وأبدأ ألم أطرافها كويس جدًا وأشكلها على شكل كورة زي ما أنتم شايفين معايا كده، وأبدأ أرصها على طبق ممسوح مسحة زيت خفيفة. بلاش ترشي دقيق تحت العجينة عشان خاطر ما يغيرش قوام العجينة معانا، الزيت هيحافظ على طراوة العجينة اللي إحنا عاملينها. وهاكمل بنفس الطريقة لحد ما أخلص الكمية كلها. بعد ما خلصت الكمية كلها هاغطيها واسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق، بعد كده هابدأ بأول كورة أنا عملتها.
وكمان هابدأ أمسح سطح العمل معايا بمسحة زيت خفيفة جدًا، وممكن تستغني عن مسحة الزيت لو العجينة مش بتلزق معاكِ جامد. بعد كده هاخد كورة من اللي أنا مكوراها وأبدأ أحطها على سطح العمل، هاخلّي الجهة الناعمة تحت وأخلّي الجهة بتاعة القفل فوق. بعد كده هابدأ أفردها بإيدي، وبعد كده هابدأ أستخدم النشابة وأبدأ أفردها على شكل اسطواني زي ما أنتم شايفين معايا كده. بعد كده من الجهة العريضة هابدأ ألفّها بالطريقة اللي أنتم شايفينها، يعني الفيديو شارح أكتر من الكلام. بعد كده هابدأ أقفل الأطراف كويس جدًا، لازم تركّزي إنِّك لازم تقفلي الأطراف كويس جدًا عشان ما تفُكِّش منِّك أثناء التخمير أو أثناء التسوية في الفرن. بعد كده هابرمها برمة خفيفة، وبعد كده هابدأ أرُصّها على الصينية ممسوحة مسحة زيت خفيفة. بعد كده هاخد كورة تانية وأخلّي وشّها تحت وأخلّي جهة القفل فوق، وهابدأ أفردها بإيدي في الأول. بعد كده هاستخدم النشابة لحد ما أفردها بشكل اسطواني زي ما أنتم شايفين كده. هابدأ من الجهة العريضة أبدأ ألفّها زي ما أنتم شايفين في الصورة معايا كده. وخلّي بالِك وأنتِ بتبرميه ما تخلّيش البرمة بتاعتِك مهوية عشان ما يكونش في فراغات هوا كتير بعد التسوية. بعد كده هابدأ أقفّل الأطراف كويس جدًا، لازم تقفّلي كويس الأطراف عشان خاطر ما تفُكِّش منِّك أثناء التسوية أو أثناء التخمير. وبعد كده هابدأ أبرمه برمة خفيفة وأرُصّه على الصينية ممسوحة مسحة زيت خفيفة. كمان وأنتِ بترصيه تخلّي بالِك إن يكون القفل تحت. وهاكمّل بنفس الطريقة لحد ما أخلّص الكمية كلّها معايا. بجد الخطوات سهلة وسريعة جدًا ومش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود، ومتأكدة بعد ما تعمليه في البيت استحالة تشتريه من برّه تاني. هنا بعد بقى ما سِبته يخمر، سِبته حوالي نُص ساعة، طبعًا بيخمر على حسب الجو، لكن لو في الشتا ممكن ياخد ساعة، ساعة وربع كمان. سِبته لحد ما زي ما أنتم شايفين معايا كده اتضاعف حجمه. سِبته حوالي نُص ساعة لإن الجو ما كانش حَر أوي، وكمان طبعًا ما إحناش في الشتا لسه. فهو خَد منّي نُص ساعة لحد ما بقى بالشكل ده. تبدئي بقى تدهني وشه بحوالي ربع كوباية لبن عليها معلقة صغيرة من السكر تدوبيهم كويس جدا مع بعض. بعد كده تبدئي تدهني وشه، او حتى ربع كوباية من المية عليها معلقة صغيرة من السكر وتدوبيها كويس وتبدئي تدهني بيها الوش. ده او ده هيديكي برضو لون حلو جدا. اما بقى لو انت حابه يكون في وشه لمعه كده يبقى هتستخدمي صفار بيضه عليهم معلقتين كبار من اللبن عليهم كيس فانيليا، هتدوبيهم كويس جدا مع بعض وتبدئي تدهني الوش بيهم. ده هيديكي لمعه حلوه جدا برضو للعيش الفينو. بعد كده أنا هابدأ أرُش عليه شوية من السمسم المحمص. طبعًا ودي خطوة اختياري، أنا عملت شوية بسمسم وشوية بدون. فأنتِ زي ما أنتِ عاوزة، لو أنتِ حابة طعم السمسم هتبدئي ترشيه زي ما أنتِ شايفة كده. بعد كده دخّلته الفرن على درجة حرارة 210 على الرف التاني من تحت. أول ما ياخد لون حلو من تحت هابدأ أولّع الشواية على الهادي لحد ما ياخد لون حلو من فوق زي ما أنتم شايفين كده. أول بقى ما يطلع من الفرن رشّيه رشة مَيّة خفيفة وغطّيه بفوطة لمدة 10 دقايق عشان يحافظ على طراوته معاكِ. زي ما أنتم شايفين قد إيه كده هو طري، وكمان زي ما أنتم شايفين هش من جوّه خالص، وطبعًا لونه أبيض وتحفة، أحسن كمان من اللي بتجيبيه من الأفران. كفاية إنِّك ضامنة نضافته وكمان المكونات اللي أنتِ مستخدماها. نُص كيلو بيعمل معاكِ حوالي 14 رغيف حجمهم حلو زي ما أنتم شايفين كده. شوفي بقى لو هتجيبيه من برّه هتتكلفي كام. لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.